البنات سمعوا لي القرمشة، بسم الله ما شاء الله. كوكا ناجحة مليار بالمئة. السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكون صحتكم بألف خير. وصفتنا لنهار اليوم كوكا ناجحة مليار بالمئة. اللي راح تجربها راح تولي لها إدمان، وراح تعتمدها غير هي، يعني بدون بات فايتي، غير بالزبدة، وتجيكم مورقة وتجيكم قرمشة. الله الله. نروحوا للوصفة وطريقة التحضير. في غيسيبيون عفوا، راح نجيبو كأس من الحليب يكون درجة حرارة الغرفة، نصف كأس من الزيت، وراح نضيف لها كذلك حبة تاع البيض، وراح نضيف لها كذلك كمية من الملح حسب يعني الذوق تاعك. راح نخلطوا كامل المكونات بالفوي كما راكم تشوفوا. بعدها راح نضيفوا كمية من الفارينة، وراح نضيفوا ملعقة صغيرة من يعني خميرة الحلويات. هنا راها تحذف لي المقطع تاعها، وراح نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا يعني على عجينة تكون شادة روحها، ما تكونش تتلاصق في اليدين، يعني تجي شوية يابسة البنات. وراح ندلكوها حوالي 10 دقائق فقط كما راكم تشوفوا البنات. يعني العجينة تاعنا سهلة مهلة، ونخلوها ترتاح حوالي نصف ساعة. بعد ما ترتاح راح نجيب السكين تاعي، راح نقطعها الى 4 دوائر ونخليها ترتاح. في جهة أخرى راح نجيبو مقلاة، راح نديرو كمية من الزيت وحبة بصل مقطعة إلى قطع صغيرة، حوالي 3 فصوص من الثوم مقطعين إلى مربعات، ملعقة صغيرة من عفوا ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة. هنا عندي شوية تاع اللحم تاع صدر الدجاج، وكان عندي شوية تاع اللحم تاع بقري، رحيتهم مع بعض ودرتهم يتقلاو مع البصلة يعني والطماطم تاوعي. هنا عندي فلفل أسود، عندي زنجبيل، وعندي توابل الدجاج، وعندي كمية من الملح حسب يعني الخليط تاعك، يعني المكونات تاعك. راح نخليهم يتقلاو بجهة. بعد ما يتقلاو ويخرج لنا كامل هذاك الزيت من فوق، راح نضيفو يعني كأس من الماء يكون دافئ، ونخلو يعني اللحم تاعنا يطيب. بعد ما يطيب وبعد ما ارتاح لنا العجينة حوالي 10 دقائق، راح نجيبوها على طاولة العمل، نرشو كمية من الفارينة، وراح نحلوها بكل الاتجاهات بهذه الطريقة، يعني راها واضحة. حاولوا انكم تحلوها رقيقة بزاف. وهذه العجينة الثانية، راح ندير كمية من الزبدة بعد ما حليتها يعني رقيقة، وراح نضيف لها يعني العجينة الأولى اللي خليتها بجهة. يعني هذو راهم زوج يعني عجينات، يعني زوج دوائر اللي كنت مخليتهم على جهة. نزيدو نضيفو كمية من الزبدة فوق العجينة الثانية. يعني الطريقة راها واضحة جدا البنات، جربوها ما راحش تندموا بإذن الله. راح نطوي الجهة التحتانية ونديروا الزبدة، يعني كل ما تطووا كل ما ديروا الزبدة. يعني تبعوا الفيديو حتى الأخير باه تنجحوا في الكوكا وتجيكم مقرمشة بدون بات فايتي كما راكم تشوفوا. راح نطوها على الجهة اليمنى، وراح نزيدوا اليسرى، راح نديروها على شكل كتاب كما راكم تشوفوا. وراح نخدموا يعني الخبيزات الثانيين ونخلوهم يرتاحوا حوالي ربع ساعة. بعد ما يرتاحوا راني جبت العجينة تاعي كما راكم تشوفوا، راح نحلها على يعني حساب الصينية تاعك. انا تاعي 40 على 30 كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه البنات. انا ما وريت لكمش الطريقه الثانيه تاع العجينه، يعني وريت لكم غير الطريقه الاولى، وانتم زيدوا ديروا الثانيه. ديروا الحشو اللي كان حطيتوه بجهه، راح نضيفوه كطبقة ثانية كما راكم تشوفوا، وكطبقة ثالثة راح نزيدو فرماج رابي بهذه الطريقة. الفرماج رابي راح يعطيها يعني تفرميج وقوة في البنة، يعني وتجي معسلة. وراح نضيفو الطبقة الثانية يعني تكونوا خدمتوها من قبل. راح بالسكين راح نحو كامل هذوك الحواشي، وراح ندخلوها يعني للفور تكون مسخن على 180 درجة. هنا البنات غير طراسوها، ماشي يعني تقطعوها، يعني غير طراسو بالسكين من الفوق برك. هنا باه كي نديروا يعني نديروا البيض من الفوق العجينه تاعنا، يعني ما تفسدناش، كون نحلوها كامل. جيبي صفار بيضاء وديري لها حوالي ملعقتين من القهوه تكون طايبه وبارده، وطلي يعني الجهه الفوقانيه، وضيفي لها كمية من الجلجلان كما راكي تشوفي. هنا تقدري ما تضيفيش، خليها هكاك، انا فقط للتزيين. وضفت لها حبات من الزيتون الاسود، تقدري تضيفي الزيتون يعني الاخضر اذا كان متوفر عندك في البيت. هنا
هنا عاد راح نقطّعها، وهنا البنات قطّعوها غير بالعقل باه ما يعني العجينة تاعكم ما تتحركش من بلاصتها. أنا هنا برك راني مسرعة الفيديو كيما راكم تشوفوا، نتوما حاولوا معاها غير بالعقل حتى تنتحل لكم كامل. سخني الفور تاعك على 180 درجة، وشعلي عليها من تحت، كي طيب من تحت وتشوفيها حمارت مع الحواشي، شعلي عليها من فوق وخليها تحمار، يعني مليح مليح باه تجيك الطبقة الفوقانية مقرمشة. مام الطبقة التحتانية لازم يعني طيبيها مليح مليح باه ما تجيكش يعني خضرا وتجيك يابسة. سمعوا لي القرمشة البنات جات ما شاء الله. وهذه الكوكا ناجحة مليار بالمئة، اللي راح تجربها راح تعتمدها. وهذه يعني كمملحات في رمضان. وهنا معليا غير نقولكم إلى اللقاء.